شكرا يا فندم جدا. ويعني بعض الاراء بتشوف ان قطاع التشييد والبناء من القطاعات المحفزه لعدد 100 قطاع تتكامل معا. قطاع التشييد والبناء من القطاعات الحيويه للاقتصاد المصري، حافظت على معدل نمو اقتصادي موجب وقت جائحه كورونا. دول عديده في المنطقه معدلات نموها تراجعت. فسؤالي لحضرتك يا استاذ احمد بعد اذن سيادتك، القطاع ده مدى اهميته في استيعاب العماله والحفاظ على معدلات تشغيل مثلى للاقتصاد المصري؟ بداية وجهة نظري الشخصية إن قطاع التشييد والبناء يعني هو قطاع مهم جدا لأنه قطاع كثيف العمالة. فيعني توقف قليلا في الفترة الماضية حيث يعني تم تضييق بعض الشيء على البناء على الأراضي الزراعية، ولكن مع استصدار القوانين التي يعني من شأنها ان هي تتم التصالح على المباني، فاحنا بنأمل من المجالس النيابيه استصدار هذه القوانين سريعا لكي ينهض هذا القطاع. فبما ان الاراضي الزراعيه كما قال معالي العميد منذ قليل ان هي اصبحت غير صالحه للزراعه، فنأمل من المجالس النيابيه سرعه استصدار القوانين التي تخدم هذا الملف، وبذلك يتحرك قطاع التشييد والبناء. فاحنا عارفين كلنا لما بنيجي نبني بيت بيكون في صناعات مغذيه كثيره جدا، سواء من البناء والصناعات الثقيله، الاسمنت والحديد والمصانع وغيرها، فيحرك كثيرا من القطاعات. فان شاء الله الحديث بقيه، والقطاع ده يعني قطاع مهم جدا. شكرا يا فندم.